الجاهليه الاولى يا جماعه كانت بتلبس ايه؟ عندك فكره يا اخت؟ الجاهليه الاولى كانت بتلبس ايه؟ الامام القرطبي يجاوب على السؤال ده، بيقول ان الجاهليه الاولى كانت المراه بتخرج بحجابها عادي، يعني لابسه متغطيه من فوق لتحت، كل ما في الامر انها كانت بتيجي للكم بتاعها وتفتحه لحد ايه؟ لحد ايه من فوق هنا، ماشي؟ وتيجي عند تحت كده وتفتح فتحه من جنب اليمين وجنب الشمال. ده ايه؟ ده تبرج الجاهليه الاولى. يعني تبرج الجاهليه الاولى واحده منهم جت النهارده تبقى من التقيات بقى، من ايه؟ يعني تبقى اقول ايه؟ من العابدات في هذا الزمان. ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى ايه؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. الدليل اللي بعد كده قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. طيب في حاجتين في الآية دي. أول حاجة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنه منها. خدت بالك؟ يعني شيء ظهر غصب عنها. إيه اللي بيظهر غصب عن المرأة؟ اللبس الخارجي، الجلباب والخمار، صح؟ حد يقدر يقول إن هي ممكن ما تتشافش بالجلباب والخمار؟ طب إزاي؟ هتمشي لابسة خيمة؟ طبعا مش ينفع. أمال إيه بقى اللي مطلوب الثاني؟ المطلوب الثاني الشيء اللي بيظهر بمزاجها إنها تخبيه، اللي هو إيه؟ اللي هو الوجه والكفين. الوجه والكفين. والدليل على هذا ان في احاديث كثيره جدا او اثار كثيره جدا وردت عن امنا عائشه وعن ابن عباس، وكلها اسانيدها ضعيفه الا اسناد واحد فسر فيه الزينه بايه؟ بالكحل والخاتم. الكحل ايه والخاتم؟ الكحل مكانه فين؟ في العين، في الوش، تمام كده؟ والخاتم فين؟ في الايد. يبقى ايه؟ يبقى يخبوا هذا وذاك. واحنا النهارده يا جماعه مش بنتكلم في ادله الخمار ولا النقاب. بعض الاخوات بيسالوا النقاب فرض ولا او واجب ولا مستحب؟ واجب او مستحب بنقول في خلاف بين اهل العلم، علشان لمساله امانه علميه. مساله امانه علميه. الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه كان يرى استحباب النقاب، ورغم ذلك بالايه؟ وامراه منتقبه وبنت منتقبه. يعني ايه مستحب يا جماعه؟ التفصيل ده كان موجود عند الصحابيات؟ كان موجود عند الصحابه؟ ما كانش موجود. كان عندهم ما عندهمش فرق بين مستحب وبين واجب. الشيء ده فعله النبي نعمله، فعلته امهات المؤمنين نعمله. وهو ده ايه؟ وهو ده فعل المحب. لو بتحب ربنا بتسأليني بتقولي لي هو النقاب مستحب؟ لو قلت لك مستحب، ها تعملي حاجة ربنا بيحبها ولا لا؟ تعمليها طبعا. يبقى المسألة شوف التفصيل بقى في الآية هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب اللي هو ايه؟ اللي هو فتحة العنق، اللي بيسموها فتحة الديكولتيه. تمام؟ يعني ما ينفعش النهارده واحدة تقوم جايه لابسه ايه؟ لابسه حتة اشارب صغنطه كده وتقوم ايه؟ لفحها ولا لابسها ونسميه حجاب. تقول الله لا استنى بقى، انت كده هتزعلنا بقى. لا والله ما فيش زعل ولا حاجه. انا حريص النهارده ان ما حدش يزعل، مش على حساب شرع الله ابدا، لكني اؤمن بالتدرج في كل شيء بفضل الله عز وجل. على سبيل المثال امنا عائشه قالت يا جماعه، قالت ان اول ما نزل من القران ايات فيها ذكر الجنه وايه؟ والنار، حتى اذا تاب الناس الى الاسلام، دخل الناس في الاسلام خلاص بقى وتمكن الامام في قلوبهم، نزل الحلال والحرام. لا تشربوا الخمر، لا تزنوا، لا تفعلوا كذا وافعلوا كذا. تمام؟ ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الزنا ولا ندع الخمر. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول؟ ابنه عبد الملك بيقول له ايه؟ يقول له يا أبتاه لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال يا بني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. ايه مقصودي من الكلام ده يا جماعة؟ وأرجو تفهموني صح الله يبارك فيكم. ايه مقصودي من الكلام ده؟ واحدة جاية لك لابسة ستريتش، تمام كده؟ لابسه ستريتش بتقول لك ايه الحجاب؟ البس ايه؟ لو قلت لها النقاب هترضى؟ طبعا لا يا جماعه. كل اللي اقدر اقوله لك في الوقت ده انت تقدري تلبسيه. تقول والله انا اقدر اغطي نفسي والبس حته اشهر، جزاك الله خير. والله بنشكر لك اي فعل تفعليه عشان تتقربي به الى الله عز وجل. بس لنا طلب، ايه هو؟ بعد ما تلبسي اللبس الطويل ده وتلبسي الاشهر الصغير ده، يا ريت ما تحرميش نفسك من انك تيجي دروس العلم. جت دروس العلم يا جماعه، قعدت وسط الاخوات الفاضلات ربنا يبارك فيهم، شويه بشويه تقول الله هو المختمره دي احسن مني في ايه؟ طب ما البس خمار. شويه بشويه الله امال اللي لابسه نقاب دي احسن مني في ايه؟ طب ما البس نقاب. واحده واحده يا جماعه. عشان كده بوصي اخواتنا المنتقبات اللي معانا ربنا يبارك فيهم ويثبتهم يا رب، قولوا امين، ان هم لو لقوا اخت لابسه حجاب يعني بسيط كده تاخدها في حضنها، ما تسخرش منها ولا تستهزئ بها ولا تنكر عليها بشده، لا بالراحه.
وباللين تديها هديه، تكلمها، تطبطب عليها، تحسسها انها اختها حبيبتها، واحده واحده ربنا يجعلها في ميزان حسناتك وتلبس الخمار وتكمل حجابها بفضل الله عز وجل. المهم المساله فيها تدرج، ربنا يبارك فيكم ولا ننكر على احد، بنقول لكل واحده تغطي نفسها ربنا يجازيك عنا كل خير. تعالوا شوف الايه الجميله دي، ربنا بيقول ايه؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، لكن قال في النهايه ايه؟ وان يستعففن خير لهن. جميل قوي، ربنا ادى رخصه للستات الكبار في السن اللي عدت ال60 وال70 انها تقعد من غير ايه؟ من غير الجلباب الخارجي، يعني بملابس البيت عادي، تمام؟ مش قاعده طبعا كشفه جسمها، لا، ولا كشف شعرها، كل ما في الامر انها بس كشف الوجه والكفين وقاعده بلبس البيت عادي غير متبرجات بزينه. والدليل على ذلك اثر جميل جدا ان هم دخلوا على حفصه بنت سيرين، ودي امراه تابعيه، فلما دخلوا عليها وهي ست كبيره في السن لقوها لابسه النقاب بتاعها قدامهم، قالوا لها اما سمعت قول الله عز وجل والقواعد من النساء الى اخر الايه؟ قالت اجل، رخص لنا الحق جل وعلا في خلع الجلباب، جميل جدا، وفي خلع النقاب والايه؟ قفاز، لكنه بعد ذلك قال وان يستعففن خير لهن. ودي ست كبيره يا اخت مش هتفتن حد، امال انت بقى اللي ممكن تفتني اي شاب، يبقى من باب اولى ان انت تلبسي حجاب. والله يا اخواتي والله انا بكلمك لسه في الف ب التزام، ده انا لسه عايز ربنا يكرمنا واياك ان شاء الله نعمل لك منهج تربوي متكامل عشان تكوني طالبه علم وتكوني داعيه الى الله عز وجل، لان الحجاب مش هو النهايه، احنا قلنا بكده الحجاب هو البدايه. هتبداي لبست الحجاب النهارده وقفتي وحطيتي رجلك على اول الطريق، لسه في بقى شغل وراك، طلب علم ودعوه الى الله عز وجل وعباده وقنوت الى الله عز وجل. عايزين كل يوم تقربي من ربنا سبحانه وتعالى، وحجابك وانت ماشيه في الشارع دعوه لاحياء هذه الفريضه بفضل الله عز وجل. كل اللي يشوفك على طول يقول ما شاء الله، شوف ما شاء الله الحجاب مخليها ماشيه منوره ازاي، شوف ما شاء الله الاخت فاضله ماشيه وغض بصرها، شوف صوتها واطي ازاي، شوف ماشيه في حياء وادب، يا سلام، دعوه الى الله عز وجل. ربما واحده تشوفك وتلبس حجاب من غير ما تخطبي خطبه ولا تدي درس ولا تالفي كتاب، مجرد بس ان انت مظهرك دعوه الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده انا مش عايزك تتحجبي وبس، لا، ده انا عايزك الليله دي تشتركي في شركه التامين على ايه؟ على الحجاب، مش على الحياه، على الحجاب. ازاي؟ ان ربنا يجعلك سبب في ان واحده ثانيه تتحجب. اذكر ان اخت مدرسه ربنا يحفظها في يوم من الايام دخلت الفصل، فكان عندها في اليوم دوت 15 تلميذه، 14 واحده محجبات وواحده بس اللي ايه؟ متبرجه. تقول لها ازاي؟ لو واحده غليظه كانت تقول لها ايه اللي انت عامله ده يا بنتي في نفسك ده، وايه هو مش ايه، واللي وشوفي اخواتك عاملين ايه ولابسين حجاب، يعني انت اللي فكان ممكن ايه؟ تغلظ عليها. شوف الاسلوب الجميل. فدخلت وقالت اخص عليكم يا بنات كده، والله انا زعلانه منكم. بتكلم مين؟ ال 14، ما بتكلمش الاخت دي. بتقول لهم معقوله ربنا يكرمكم وتحطوا رجلكم على اول طريق الجنه وتسيبوا اختكم؟ اختكم حبيبتكم حبوا لها الخير زي ما بتحبوا نفسكم، زي ما انتم عايزين الجنه حبوا لها الجنه. فقالت لها يا ابله هو انا لو لبست زيهم نخش الجنه ان شاء الله؟ قالت لها ان شاء الله يا بنتي ربنا يكرمك وتخشي الجنه ان شاء الله جل وعلا. قالت لها خلاص من بكره اجيب الحجاب. شوف الاسلوب، الدعوه غير المباشره جميله. احيانا زي ما قلت لك ممكن تيجي تدعو واحده ويعني تستجيب نص استجابه، ربنا يكرمك واحده واحده لحد ما تكمل. يعني اذكر مره كنت جالس مع اسره كده من عده القوم، فبنتهم متبرجه، فجلست فبتسالني عن الحجاب، هو ربنا فرض علينا الحجاب؟ قلت لها طبعا. طب يعني انا عايز اعرف الدليل، طب ده في ناس بيقولوا الحجاب ده مش من الاسلام، دي عاده بدويه. فقعدت كلمتها عن الحجاب وانا غض البصر بفضل الله، قاعد على جنب كده لحد ما قالت لي خلاص والله انا اقتنعت تماما ومن بكره هلبس حجاب. ده ثاني يوم ابوها يعني والدها ووالدتها اتصلوا بيا، ايش يا محمود انت عملت ده؟ ده انت غيرت البنت خالص، ده ما شاء الله على كلامك، ده ايه ده ولا السحر، ده البنت يعني اتغيرت تغيير كامل، ده بقت متطرفه، ده مش عارف ايه. طب تعالى بس يعني ده انت هتشوف منظر اعجب من خيال. هم كانوا جيراني فرحت عندهم، ادخل يا فلان. فدخلت لقيتها لابسه بنطلون جينز وشرط. قلت ما شاء الله على التصرف. سلام. متطرفه بجد صحيح. لكن لا ننكر عليه، نقول لها جزاك الله خيرا. مجرد ان انت تفكري واحده واحده، وبفضل الله بعدها بفضل الله عز وجل باللين بقى والرحمه والاشرطه والكتيبات والكلام ده كله. ودي رساله بديها لاخواننا في الجامعه، شباب الجامعه. ما تجيش النهارده تقول ايه؟ اصل انا بقى ليا صاحبه في الجامعه والله العظيم انا بدعوها الى الله. لا يا حبيبي، خليك على جنب وخليك حلو بقى ماشي، وخلي اختي هي اللي تدعوها. مش النهارده يعني، ده النهارده في موضه في النوادي والله دلوقتي. بعض الشباب قاعدين واخد بالك، وقاعدين ومعاهم اخوات، وتعالوا نتكلم بقى في قيام الليل.